بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفة الشراك والعرايش بعجينة واحدة. الحشو نتاعها راح يكون طري. روحوا نبداو على بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. عندي هنايا 3 كيسان تاع الفرينة، وهنا اي كيله تحبي تكيلي بها كيلي بها، حتى بالفنجان تقدري تكيلي. المهم انا نعطيك الطريقة كيفاه، وفي الكيلات واش تحبي ديري. انا هنايا ضفت 3 كيسان تاع الفرينه، راح نغربلهم. حنضيف عليهم ملعقه صغيره تاع الملح، عندنا ملعقه صغيره نتاع ليكستري تاع ماء الزهر، ليكستري تاع ماء الزهر راح نغربلهم كامل مع بعضهم. وعندي هنايا 3 مغارف تاع سكر كلاص، راح نضيفهم ونغربلهم كامل مع الفرينه. راح نخلطوا هذه المكونات الجافه مع بعضهم. اما بالنسبه للمارغرين ولا السمن، انا استعملت هنايا سمن تاع المدينه، كيما تقدري تستعملي المارغرين. هنايا انايا السمن كنت ذوبته خليته يبرد. انا عندي كيله غير ربع تاع السمن، وراح نكملها بالزيت. انا هذه العجينه راح نديرها نقسمها بين الشراك والعرايش، وهنا اذا حبيتي ديريها عرايش ولا تحبي ديريها شراك الاختيار يرجع لك. انا هنايا خرجت لي 24 حبه. هذه المقادير اللي عطيتها لكم راح تخرج لكم 24 حبه. درت 12 حبه شراك، 12 حبه درتها عرايش. راح نخلط هذا السمن مع الفرينه، ندخله مليح في الفرينه حتى نترمل عندنا العجين، عاد نبسس مليح. وهنايا عندي انا الكاس تاع لاتاي كيلت به، تكيلو به، ديروا خليط بين ماء الزهر والماء وتكملوا بالحليب. عندي هنايا كيله غير ربع في كاس تاع لاتاي. انا هنا راح نلم به العجين بهذه الطريقه. راح نكمل كامل نفرغ الكيله تاع خليط تاع الماء ولا الماء الزهر والحليب. وهنا اذا كانت الفرينه تاعك تشرب تقدري تضيفي الحليب تكملي به، كيما انا جاتني قد قد. هنايا هذه الكيله تاع لاتاي، كاس لاتاي جاتني قد قد. هنا نخلوها تغطيها بكيس بلاستيكي وتخليها تريح. وانا بعد ما تريح معاك العجينه واحد 10 دقائق تروحي توزنيها. انا هنا وزنت 28 غرام، خرجت لي 24 حبه. انت اذا حبيتي ديري 30 غرام كل وحده الاختيار ليها. وهنايا عندي كاوكاو حمصته، شوفوا كيف حمصته في الدوغي، ما خليتوش حتى يحمر بزاف ونرحيه هو سخون. هنايا في البول حطيت 3 كيلات تاع الكاوكاو، عندنا ناقصه اصبع. عندي مغرف صغيره تاع المارغرين، وهنا استعملت سكر كلاسي، عندنا كاس سكر كلاسي. اما بالنسبه اللي راح تستعمل السكر العادي ما تديرش كاس، دير نص كاس. 3 كيلات بنص كيله نتاع سكر عادي. اما بالنسبه للسكر الكلاسي كيما درت انايا، انا درت كاس خاطر مش راح يجينا حلو بزاف. راح نلمو العجين بالماء الزهر بهذه الطريقه حتى نتشكل عندنا عجين. راح نوزنهم. انا وزنت هنايا 15 غرام، وكيما تقدر ديريهم 12 غرام. انا حبيت يجوني معمرين الحبات تاوعي تاع العرايش والشراك بالحشو. هنا وزنتهم كيما قلت لكم 15 غرام. وهنا بعد ما كملت كامل الوزن تاع الحشو ونتاع العجين، انا راح نجيب كرة من العجين وراح نحلها بالحلال، ولا كيما تقدروا تحلوها بيديكم بهذه الطريقة. وهنا الحشو انا راح نديرو على حرفتي. طريقة تاع التشكيل راها سهلة، تابعوا معايا الفيديو راح يجيكم سهلة. التشكيل تاع العرايش ما راهوش صعيب، تخدميها مرة زوج راح توالفيها. راح نجملوا الاطراف، راح نسكروا عليهم مليح باه الحشو ما يخرجش معنا. بهذه الطريقة دائما نسكروا الجوانب مليح باش الحشو ما يخرجناش. وراح نكسلوا هنايا الاطراف تاع العجين مع الحشو. وهنا اللي تجيها صعيبه كيما قلت لكم هذا التشكيل هو راه سهل، تقدر تستعمل الاصابع تاعها كيما راني ندير انا كيما راه موضح في الفيديو. راح تشكل لها حبه تاع العرايش،
راح ندخلهم يطيبوا في الفور، وقبل ما ندخلهم لازم نحطهم في كونجيلاتور ونثقبوهم باش ما يتنفخوش معنا في الفور، نحطهم في كونجيلاتور باش يبقاو محافظين على الشكل تاعهم، خاطر اذا طيبناهم ماهمش راحين يبقاو محافظين على الشكل تاعهم. وهنا نروحو نشكلو شراك ساهل، طريقة تاعو سهلة. هنايا عندي فتحت كرة من العجين، حليتها بالحلال ورايحة حطيت فيها الحشو، راح نديروها بهذا الشكل، تدوريها على شكل هلال كيما تقدري ديريها في ليمول لا خفتي الشكل ما يجيكش مليح. انا ندير هذه الطريقه ومن بعد ندخلهم الكونجيلاتور كيما حندير العرايش كيف وراح نثقبهم باش ما يتنفخوش في الفور. وكي تدخليهم الكونجيلاتور راح يبقاو دائما محافظين على الشكل تاعهم. هنا نكمل كامل حبات ندخلهم يطيبوا، من بعد نوريهم لكم كي نعود راح ندير لهم السكر. هنا نروح نبدا بالطليه. هنا الطليه عندنا انا درت 12 حبه تاع عرايش، راح ندير لها نص كيلو عفوا تاع السكر اللي هو رطل. راح نضيف عليه السوائل، عندنا مغرف تاع الزيت، عندنا مغرف نتاع ماء الزهر، مغرف تاع الحليب، عندنا مغرف تاع عصير الليمون. هنا ضعف المكونات اذا كنتي راح ديري في الكيلو راح تحسبي ديري بالنص فنجان، نص فنجان حليب، نص فنجان ماء الزهر، نص فنجان زيت، راح تخلطيهم كامل على بعضهم وراح تلمي بهم السكر. هنايا نضفت الكولور الابيض، مغرف صغير هذايا ضروري الكولور الابيض ديروه خاطر هو اللي راح يعطينا اللون، من بعد كي نديروا اللون هو اللي راح يخرج لنا اللون. انا حبيت نلون العرايش تاوعي باللون الوردي، درت قطرات من اللون الوردي. انا ما كنتش حبيته فونسي، كنت حبيته كلير. كل مره نضيف ونشوف اللون اللي راح يخرج لي. ضفته على السكر ورايحه نعجنه بهذه الطريقه. السكر نعجنوه ثقيل ونبداو نضيفوا له نخفوه بعصير الليمون، نضيفوا بالقطرات من تدريجيا، ما نضيفوهش على دفعه واحده حتى نوصل القوام اللي نحوس عليه انايا تاع الطليات. تكون لي ما تكونش خفيفه، تكون شويه ثقيله. بعد ما يطيبوا حبات تاع العرايش انا نخرجهم اكيد يبردوا، يكونوا باردين باه نقدروا نديروا لهم الطليه. هنايا يوصلت القوام نحوس عليه، نحوسها حبتها ثقيله كيما هاك، مش نحوس عليها خفيفه لخاطر مش راح تشد لي في الحبه تاع العرايش. وانا هم الحبات طابوا كيما قلت لكم الطياب تاعهم ملازمش نحمروهم لخاطر من بعد راهم رايحين يشوفوا يبانوا لك بلاهم مش طايبين، بصح هما راهم طايبين جست ما يصفروا من تحت. وراح ندير عليهم الطليه وخلوهم ينشفوا ليله كامله. وهنا كل وحده كيف تحب دير الطريقه تاعها تاع تطلي بها. انا هذه الطريقه تاعي. حنكمل كامل حبات ونديرهم ينشفوا، ومن بعد ما ينشفوا انا رايحه ننقيهم بهذه الطريقه باه تجينا مفينيه. الحبه تاع العرايش تجينا مفينيه. حنحو هذا الزوائد كامل تاع الطليه بهذه الطريقه. وهنا عندي ملمع غذائي فضي راح نديرو فوق الحبات تاع العرايش. هنا التزيين يبقى اختيار كيما ديما نقول لكم، كل واحد كيف يحب يزينها. انا خليتها سامبل، درت فيها ورود غاز. وانا كل وحده واش تحب دير تحبي تخليهم كيما راهم خليهم سامبل كيما راهم. هنا نكمل كامل الحبات ونروحوا للشراك. هنايا الشراك كيف كيما طيبت العرايش بنفس الطريقه، ما خليتوش يحمر لخاطر من بعد راح يبس معنا الحشو وكان يطول في الفور. هنايا عندي ماء الزهر ما ضفت له والو، راح نقتص فيه الحبات وراح نخلوهم يقطروا
باه ما يدولناش كمية كبيرة من السكر. راح نخدمهم بهذه الطريقة، هما ينشفوا معانا وحنا ندخلوهم في السكر جلاسي. هنا ما ضفتش كمية سكر كامل، تضيفي نصف الكمية تاع السكر، تحطي الحبات تاع الشراك، من بعد بواسطة صفاية ولا من الأحسن تصفيه السكر بهذه الطريقة كما ندير فيها أنايا. راح نغربلو كامل السكر فوق الحبات حتى يتغطاو لنا كامل الحبات. وهنا ماذا بينا ما نخلوهش يطول، لخاطر اذا خليناه طول ثاني راح يبس معنا السكر، وما نجبدوهش تمثم لخاطر ثاني مش راح يلصق فيه السكر. بالاحسن واحد 2 دقائق 3 دقائق نخلوهم بعد نجبدوه. انا بعد ما كملتهم بهذه الطريقة خليتهم هنايا بعد مرور 2 دقائق. رايحين نخدموهم هنايا بالكف تاع الايد، راح نحو كامل السكر اللي من تحت بهذه الطريقة. نخدمو غير بالكف تاع الايد، منستعملوش الاصابع، وراح نحو كامل الزايد اللي من تحت باش الشراك تاعنا ما يجيناش يابس. كما نعرفوا هنايا الشراك اصلا ما يشدش، تخدميه 3 ايام ما يفوتلكش 3 ايام راح يبس معاك. من الاحسن كي اخدميه بليله قبل العيد، لا تحضريه للعيد. واذا عادوا جايينك ضياف وعندك الوقت تقدري تخدميه في النهار، تديروا المزهر والسكر غير في النهار اللي جايينك فيه ضياف، هكذا راح يبقى طري. واذا خدمتيه وعدتي ما عندكش الوقت وخدمتيه تقدري ديريه في بوخت مونجي، راح يشد لك واحد 4 ايام، يزيدك نهار ونهارين. ونرش فوق السكر، وراح نشوفوه معايا في طاولة التقديم. هنايا بعد ما كملتهم هاي العرايش درتها سامبل، خرجت هايلة، بنة وحشو وديكور، ان شاء الله تعجبكم. وهذا الشراك درتو ثاني خليته على الطريقة التقليدية سامبل، وضفت له حتى تزيين. وانا كيما دائما نقول لكم التزيين كل واحد الاختيار ليه. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، ما تنسونيش بالجام يا البنات، ونشكر كامل اللي علقوا لي تعاليق زينه. كما كل مره لازم نقسم معاكم حبه تشوفوا القوام تاعها. انا هنايا قسمت معاكم حبه تاع العرايش، وهنايا الحبه تاع الشراك. نقول لكم سلام، الى الملتقى مع فيديو جديد. هذا بعد ما كملتهم العرايش درتها تزيين بسيط كيما هاك تحب تزينها، كل واحدة يرجع الاختيار ليها. والشراك خليته سامبل، حبيته تقليدي كيما نتاع بكري، ما زدت له حتى اضافات. وهنا المشتركين معايا نقول لهم شكرا على التعليق تاعكم الزينه. هنا وصلنا لنهايه الفيديو. كيما في كل مره راح نقسم معاكم حبه تاع العرايش وتاع الشراك باه تشوفوها كيفاه جات. هنا وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله تكون عجبكم الفيديو تاع اليوم. ولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى الملتقى مع فيديو جديد.